بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوات حبايبي، يسعد صباحكم يا رب بكل خير. صباح الفل، صباح السعادة عليكم. عيد سعيد عليكم وعلى بيوتكم يا رب، اللهم امين. والسنة الجاية تكونوا جميعا يا رب على جبل عرفات، اللهم امين يا رب العالمين. هنا الحمد لله وصلت عند امي. ده يوم الوقفة. عايزة نقول لكم الجو هنا جميل جدا. الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده، احنا المنطقة اللي احنا فيها دي كلية تمام. فكنت لاقيه امي بقى واخواتي مستنيني. ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا يا رب. امي صدمتني فعلا باللي عملته معايا، يعني عايزه نقول لكم كده. لقيتها جايبه لها حاجات ليا، جايبه الملك ياسين. فربنا يديها الف صحه والف عافيه يا رب. لقيتها يعني كانت قاعده بتصلي وكانت عامله لنا بقى الاكل، واخواتي جم. يعني كانت منى اختي بتساعدها، ربنا يخلي لها اولادها يا رب. فكانت بقى كنا خلاص، يعني كنا داخلين بقى على الفطار. احنا طبعا يوم الجمعه يوم العرفات كلنا بنبقوا صايمين. بس وكانت هنا اللهم بارك يا رب، كان هنا باجي شغلت التلفزيون زي ما انتم شايفين اهوت على الحاجات الجميلة ديت، اللهم بارك يا رب العالمين. لقيت امي بقى، كنا جايبين بقى معانا احنا ايه تفاح، وجايبين معانا عنب، وجايبين معانا يعني حبة فاكهة كده. بس فكنت هنصور لكم حاجات كتير، بس اختصرت عشان ده كان يوم الوقفة. يعني قلت ايه، كلنا صايمين وكده، والواحد ما كانش عايز يعدي منه اليوم ده. فجيت اخواتي طبعا اللمة الحلوة لقيتهم مستنييني. امي ربنا يخليها له ويديها الصحة ويديها العافية يا رب. ده بيتنا. انا من وراك كده حاجة بسيطة كده، ده بيتنا. والأوضة ديت عيال اختي، ديت عيال اختي ديت اللي بيجي يعني. وامي كانت قاعده بقى بتجمع باميه، كانت جايبه باميه وكانت قاعده بتعملها. ربنا يديها الصحه ويدي امهاتكم جميعا يا رب الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب. قاعده بقى هي بتحكي لنا على حاجه ايه بتضحكنا عليها يعني. والله ربنا يديها الف صحه يا رب. ما بتخليني نمد ايدي في حاجه لما بنروح هناك، تقول لي اقعدي استريحي انت، عيالك والدنيا هناك لوحدك والكلام ده، اقعدي مالكيش دعوه بيها في اي حاجه. تيجي ايمان تساعدها، تيجي منى تساعدها، تيجي دعاء تساعدها، اي حد من اخواتي. واختي الكبيره ربنا يديها الصحه ويديها العافيه يا رب. يعني بصوا هي امي التانية برضو، يعني بتكبر بخاطر وبخاطر عيالي برضو. لما نروح هم اخواتي كلك ربنا يخليهم لي يا رب. بس امي كانت جايبه بقى باميه قاعده بتعملها وبتيجي مفرزاها وحطها في التلاجة. وكانت عامله لي الكفته اللي انا بنحبها. بص العشق بتاعي هو ده. كنت جاي لها في التليفون يوم ما عايزه عايزه كده الكفته اللي انا بنحبها ديت. كنت عايزه نعملها عندنا في اسيوط، قالت لي لا هتفك منك، لما تيجي هنعمل لك حله مليانه. لقيتها فعلا يعني عامله لي. بصوا بنحبها جدا الكفته دي برز، يعني معموله برز بلحمه بخضره بحاجات من دي. وهنا كانت واقفه تحمر، وكانت منى بقى في المطبخ معاها. منى كانت يعني كنا خلاص بقى ده الفطار. ومنى بقى كانت ايه بتساعدها، بتغرف من هنا وبيطلعوا، يعني هما بينهم تعاون يعني. في البيت متعاونين مع دي. يعني مثلا ما تجيش تقول لك ايه، واحده تقول لك انا نقعد على جنب ودي تجيب، لا هم اخواتي كلك متعودين مع بعض، متعاونين مع بعض. وكانت امي بقى واقفه بتحمر فراخ ساعتها. يا ست اقعدي وانا نعمل مكان. قالت له والله ابدا، انت جايه من سفر، نقعد ايه، اقعدي انت بعيالك وانا هنعمل انا الاكل انا واخواتك هنا هم. يا ست اقعدي الله يهديك الله يخليك. قالت لا والله. طلعت منى بقى حطت لنا الاكل. كان عاملين ممبار، سلطه. عايزه نقول لكم يعني اللقمه اللي هي اللمه دي بتبقى ما شاء الله. وكان عاملين فراخ، وكانت عاملين لنا لحمه برضو. وهنا سلطه وبتنجان شوربه ملوخيه. آه يعني هو الرز بيعملوه في الفرن على طول، بيدسوه في الفرن على طول. دي بقى الكفته بتاعتنا اللي هي ام رز، ودي كانت ملوخيه خضراء. امي كانت عامله بتنجان حلو خالص، وكان جرجير بقى وحاجات من دي، اللهم بارك يا رب. ولقيتها يعني جايبه لي بقى بعد ما فطرنا. قالت لي تعالي بصي يا مروه شوف هيجي مجاسة عيالك ولا لا، عشان لو مش كده نغيره. لقيتها يعني جايبه لي، هتشوفوهم دلوقتي. نتمنى اخوات الروتين النهارده يعجبكم. عايزاكم اللايك الكومنت، الفيديو تشاهدوه للاخر عشان الفيديوهات كده تقترح معايا، لان الفيديوهات الفتره ديت يعني ايه، في تقصير فيها كده. ف بننزلها يعني بالبطيء، فمعلش سامحوني وسامحوني ما كنتش مرد على كومنتاتكم. ظروف بقى السفر وعيالي وفرحتي باهلي. عايزه اقول لكم بصوا البتنجان ده حشيه حاجات حلوه كده، لا يفتح نفسك ان انت تاكلي. بس وده كان فطارنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. ده كده يوم الوقفه. بس سجلت لكم تاني يوم عشان كتاكيت اخواتي كده يبقوا نايمين، لان بص عايزه نقول لكم بره العيال كلها، يعني عايزه نقول لكم عيال اختي دي وعيال اختي دي كله بايت هنا. ف قلت فرصه وهم نايمين بقى.
ابن محمد ابن اختي ومعاذ، وده ياسين ابني. فبيبقوا فرحانين بقى، قاعد يقول له مش عارفه، قاعد يتكلموا ويقول له ايه يعني، ده مش عارفه ايه. ودي منى اختي كانت بتصب العصر لان المغرب كان خلاص. فاللي هو ايه، اللي هو بقى اهلي وناس مع بعضنا، مش زي الواحد بس اللي هو ايه تبقى لوحدك برضه. الحمد لله رب العالمين. بس خلصنا بقى فطرنا. اللهم بارك يا رب. بصوا، ما كنت عايزه بقى اروح عند اختي دي، عايزه اروح عند اختي دي. كل ما انا جيت لها تقول لي خليكي قاعده معانا النهارده يا ستي، تعالي ننزلوا كلنا. تقول لا خليكي بس يا شيخه قاعده معانا. فبننزلوا بقى نجيبوا لب وزدان وكده، ونقعدوا بقى ايه في العماره عندنا احنا هنا، الحته واسعه تحت، عاملينها زي جنينه ورا كده. بس فبتبقى حلوه بقى، ننزلوا مثلا ايه، العيال تلعب بالعجل كده يعني. وده معاذ انتوا عارفينه اكيد. بس وده كان فطرنا الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا. معلش سامحوني، انا مسجل لكم من البلكونه، قاعده في البلكونه، وزي ما قلت لكم كده كنت نايمه عشان نعرف نسجل لكم صوت الصوت بتاع الفيديو. تمام. بصوا بقى لقيتها جايبه لي ايه. تعالي يا مروه كده شوفي حاجه عيالك. ده كانت اول ما جيت على طول، عشان لو فيها حاجه مثلا ايه، او اذا فيها حاجه نظبطها لك. عايزه اقول لكم انا قاعده في البلكونه، صوت القطر معدي. بصوا منظر كده حلو خالص. فلقيتها بقى جايبه لي ايه، جايبه لي عبايات بيت نص كم. ولقيتها جايبه الملك زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. جايبه الملك برمودات. جايبه لي، بصوا هو ده ايه، استنى هوريكم الاول. ده ده بناطيل لملك. تمام. جايبه لها بنطلونين وعليهم بلوزه. يعني هو اللون اللي هو اللبني ده والاورانج دول لملك، ودي البلوزه بتاعتها. بجد يسلم زوجها، حلو خالص وعجبوني. قالت لي تعالي بقى مروه، احنا عندنا اللبس هنا عشان احنا قريبين من اسكندريه، فتلاقيه بتبقى ايه الحاجات اللي هي الفاتحه، الفواتح، الحاجات اللي هي الجميله دي. فجايبه الملك البلوزه ديت، وجابت لها عليها البنطلونين. قالت لها تلبسي على ده شويه وتلبسي على ده شويه. بصوا الوانها متداخله ببعضها هي زي ما انتم شايفين. وكفايه ان هي فرحت بنتي وجبرت بخاطري. فالام والله كنز، الام والاب دول كنز ما يتعوضوش فعلا في حياتنا تاني. بس فدي كده البلوزه زي ما انتم شايفينها منجوشه. وعلى يعني هي طلعت على مقاس ملك حلو، بس البناطيل اللي كبير، البناطيل اللي عايزه تتظبط تاخد نصها كمان. دي على دي كده. وجابت لها برضو اللي هي التانية ايه، عامله زي ادجم على بعضها، بس الوانتها حلوه. عجبوا ملك خالص وعجبوني لان قماشتها حلوه. بصوا ده قماشة الكريب، البناطيل دي قماشة الكريب حلوه خالص. وده لون تاني يعني، جات لها ملك غيري في الاتنين. فهنروح بقى ان شاء الله لما نروح اسيوط، نرجع اسيوط باذن الله. هنضيق لها بقى البناطيل فعلا طويله وواسعه، فعايزه تظبط شويه. عملتهم لها ايه زي ادجم على بعضها. تمام. هنطبقهم بقى، وبعد كده هنرجع نوريكم اللي هما التانيين. حاجات حلوه ويعجبوني وعجبوا عيالي. كفايه ان امي جبرت بخاطري. يعني ربنا يديها الصحة ويديها العافية يا رب. انتوا عارفين الغربة بتبقى صعبة، والواحد لما يكون جاي والله انا بصراحة بنبقى جاي فرحانة ونبقى في وسطيهم وكده، بس بنبقى زعلانة والمشاعر ما تعرفوش بتبقى حالتي عاملة ازاي. الام الطيبة، الام الحنينة، الاخوات اللي هم سند وظهر بعد ربنا سبحانه وتعالى، كلك مع بعض يخافوا عليا زي ما بيجيبوا ليهم. نلاقيهم برضو اللي شايله لي حلق، اللي شايله لي مثلا طرحة، اللي شايله لي عباية. فربنا يخليهم لكلك يا رب. ودي برمودا دي الملك برضو، بس لقيتها كبيرة، ان شاء الله من نرجع اسيوط هنظبطهم لها. فحاجات حلوة وعجبتني بصراحة يعني. ده برضو برمودا، بس اللي هو الطويل البنطلون. قلت ان شاء الله عندنا ناس في اسيوط هناك بتظبط الحاجة، لما نرجع باذن الله نظبطهم لها. يعني هو يعتبر انا جاي على، يعني ان شاء الله كده انا عايزه نقعد. بس ملك بتقول يا ماما عايزه اروح مع بابا. طب ليه يا ملك وكده؟ قالت لي ماما عشان ما نسيبش بابا لوحده. البنات حنينه جدا جدا جدا، ربنا يفرحكم باولادكم يا رب. لقيتها بقى جايبه لنا ايه، اعوذ بالله من كلمه انا، جايبه لي عبايه، وجايبه لي برضو عبايتين نص كم. دي كانت توك تقريبا بتاعت ملك. بس لقيتها بقى جايبه لي العبايه دي، عجبتني خالص وقماشتها طريه. يعني هو اللون ده يعني حاسه لون جديد. دي كده الديل من تحت اللي هي الكورنيش بتاعها ده،
ومن فوق الرسمة التانية دي. يعني هي الرسمة زي ما انتم شايفين اللي هي رسمة الصدر واخدة من رسمة اللي هي الكورنيش من تحت، الكم بتاعها بأستك، فعجبتني قلت يعني ربنا يديها الصحة ويديها العافية يا رب. جاية من فوق العباية ضيقة ونازلة من تحت كده بوسع. وبرضو اللي هو عباية نص كم زي كاش مايوهات بس طويلة، يعني تنفع يعني منها كاش مايو ومنها عباية. ياسين بقى هو خد حاجته، ياسين خد حاجته لبست على طول، يعني كانت جايبه تيشرتين لياسين وبرده وشورت كده بس شورت طويل، فخدهم هو لبسهم على طول. ودي برضو دي عباية نص كم. قماشاتهم احلى ما فيهم ان هم قماشاتهم قطنيات، حاجات اللي هي الطريه. ودي اللي هي عليها ميكي ماوس باين، لا ده بتاعت ملك اللي عليها ميكي ماوس، دي اللي هي رسمه زي ما انتم شايفين كده رسمه بطوطه كده. فدي عباية قاعد بيها في البيت نص كم. تمام. ومدير الكش مايوهات بس هي في اللي انا شايفاه يعني دي عباية. جابت لي برضو كمان واحدة بس رسمة تانية. فان شاء الله يا رب كده في ميزان حسناتها، وربنا يحفظها لي يا رب ويخليها لي ويخلي لكم اولادكم واهاليكم يا رب، اللهم امين. معلش سامحوني المره التانية انا صاحيه من النوم وسجل لكم الفيديو عشان العيال لما تصحى، لا مش عايزه نقول لكم بيبقوا عاملين زي مع بعض لعب والعجل فقلت مش هنعرف من الدوشه والصوت، فانا قاعده في البلكونه اعوذ بالله كلمتين انا ومسجل لكم، فسامحوني بقى ان كان صوت عربيات صوت تكاتك. ودي كده برضو عباية نص كم، ليها استك من نص كده يعني ايه تتربط منه، زي ما انتم شايفين ليها استك كده من نص يعني يلمها كده يخليها مثلا ايه منها كشمه ومنها عباية، بس عبايات واسعة حلوة عجبتني يعني. وده فيديو النهاردة، نتمنى يا رب يكون عجبكم، نتمنى مكنش طولت عليكم. وان شاء الله اخواتي تدعموني باللايك الكومنت الحلو عشان تخلوني نكمل ننزل فيديوهات على طول، تحمسوني وتشجعوني ان انا انزل باستمرار. بس وفي برضو حاجات تانية. وده فستان لملك، ده فستان قط كده الملك، لونه اسود في بينك في ابيض، احلى ما في الحاجة زي ما بنقول لكم ان هو قطنيات، الحاجات اللي ما تصهدش. هو ده يعني ملك ممكن تلبس تحتيه حاجة بس هو يعني يلبسها، هو حلو عليها وواسع عايز يتاخد شوية، وممكن تلبس تحتيه ايه برمودا، بس هو مش يعني انتوا عارفين رابعة ابتدائي دي ما تبقاش اللي هي يعني ايه الطول اللي هو. بس كده. وده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وان شاء الله استنوني فيديوهات جديدة، بس ان شاء الله نلاقي تفاعل على الفيديو هنزلكم كل يوم. ما فيش تفاعل خلاص بقى مش مشكلة، يعني خليها كل 3 ايام 4 ايام، انتوا بقى قولوا لي ايه رأيكم بقى، يعني نعمل كده ننزل كل يوم بتشجعوني بالكومنتات اللايكات الحاجات الحلوة، ولا ننزلكم بقى فيديوين في الاسبوع، انتوا حرين بقى بايديكم انتوا. يا رب يخليكم ويسعد قلوبكم ويفرحكم باولادكم يا رب، ونسمع عنكم كل خير ويرضيكم زي ما انتم بتراضوني يا رب. نسيبكم فيديوهات جديدة في رعاية الله، مع الف سلامة.